وحبيبة. المتعة، زواج المتعة علاقة وقتية سرية جسدية، وممكن تكون حب من نوع آخر. بالظلام وبعيد عن عيون يلي بيعرفون توجه موسى تيلتقي زهرة من بعد ما اتصلت فيه، أي لما أرادت الحصول على حقها الشرعي لأطفاء رغبتها والحصول على متعتها. إذا هي جاية عبالها بتقلي وينك، عايزيتك، بدي شوفك. وأنا كمان نفس الشيء، بس هيدي أول مرة بيكون موعد مركب، يعني هيك مش معودين. بقلب الجمعة، يعني بالجمعة مرتين أو ثلاثة. وين بتجتمعوا؟ بتجتمعوا تمارسوا المتعة؟ في بالحازمية وفي بيت شاب صاحبنا بالشياح. ويوم التصوير كانوا البيتين محجوزين، فكان اللقاء شفوي وبالسيارة. اوقات مثلا كل يوم، اوقات يوم يوم لا، بس بحضر حالي قبل بيوم. مثلا انا اليوم بدي اظهر معه، عرفتي كيف؟ دق له على التليفون، برد علي بقول له نو بدي اشوفك اليوم، بقول لي اوكي. يعني ما في مره بقول لي لا. مرتي بتقول لي نفسي تتجوز 3 لحتى لي اعرفك وين بتروح وين بتجي. نفسها انه بس تتجوز 3. قلت لها بتجوز 2، اذا الله رزقني بتجوز 2. قالت لي ما بتتجوز 3. قلت لها لا. قالت لي عشان تضلك رايح جاي مثل الكهرباء. موسى متزوج وأب ل6 أطفال، 5 بنات وصبي، أصغرهم طفلة بعمر 3 أشهر. أما زوجته فهي على علم أنه زوجها بيعقد عقود متعة على نساء. زواج المتعة وحسب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو أنه تزوج المرأة نفسها للرجل لقاء مهر محدد لوقت محدد بعقد نكاح بيضمن حقوق الصحة الشرعية. وعقد المتعة عقد لفظي بين المتمتعين، أي لا عقد مكتوب، وصيغته بأنه تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي، لقاء مهر بحددوه سوا ولمدة ممكن تكون أحيانا أقل من ساعة، على شرط أنه يقول الرجل المتمتع قبل. بالمتعة يمكن تجديد العقد برضا طرفين، والرجل بيعترف بولد المتعة، ولكن المرأة ما بتورث، وبحق للرجل إبرام أكثر من عقد باليوم الواحد. أما المرأة المتمتعة وإذا أرادت تغيير الرجل بيكون ذلك بعد 3 أشهر من انتهاء مدة العقد الأول. رحت بدي أسوي سيارة عنده، قال لي وين هي السيارة؟ قلت له بدلك وين هي. رحت عم دله على السيارة وين؟ قال لي بتحبي تظهري؟ قلت له أنا مثل ما بدك. بتحب تظهر؟ قال لي أنت مثل ما بدك. قلت له أوكي بنظهر. رحنا لنجرب السيارة، ظهرنا أنا وياه على مطعم، قعدنا أنا وياه وتحدثنا شوي، وقال لي شو رأيك إنه نعمل عقد؟ هلا أول شي أنا ما قبلت، صار يحكي ويقنعني وكذا وهيك، قبلت معه، عملنا عقد ومشي الحال، وأنا كتير يعني بنبسط معه ومبسوطة معه، عايشة كتير يعني سعيدة معه. ولكن الحديث زعج الموجودين، فتركنا المكان وتوجهنا لكورنيش المنارة. زهرة عمرها 32 سنة، ومن 2 وحسب أولى بدأت عقودها المنقطعة مع موسى، عقود بالكلام بتخولها تطلب منه كل يلي بتريده تتكون مبسوطة جسديا. بس وين ما في مطرح هون ما انت عم بتقول ما بدك على الطريق وما بعرف شو والى اخره، ولا ما عم بتحن علينا بشيء. موسى يلي عمره 44 سنة يوم تصوير هالروبورتاج كان عنده عقد زواج دائم وعقدين متعة. يعني انت عم تعمل عقد لساعة
خلال الساعة أنت بتخلص؟ ما بتضاين هي ساعة. إذا بدك أمور جسدية هي ما بتضاين ساعة. إذا أمور جسدية ومسألة مش مسألة ساعة، يعني أمرار بتسحب. ثلاث ساعات، ساعتين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. قالت لي 14، قالت لي 13، قلت لها 14، قلت لها من أول وجديد. ولكن موسى يلي ما بيتذكر عدد عقود المتعة يلي عقدها على نساء ملتزمات كسر الرقم القياسي بقوته الخارقة الجسدية الجنسية. إنه قبل ما اتجوز هيدي كان في 3 عقود بليلة واحدة. 3 يعني ثاقبت إنه هن مجتمعين ببيت واحد. هيدي كان الرقم القياسي. إخوة؟ ايه؟ إخوة؟ عطش. إخوة كانوا؟ لا هذا الموضوع بصير حساسية. يعني لو ما بيصير حساسية كنت بقول لك. إذا أنت قلت لي إخوة. بقول لك بصير حساسية. بيعمل حساسية. بزواج المتعة لا مجال للغيرة، لأنه للرجل الحق، كل الحق بترك المتمتعة يلي بتوجع له راسه. مع المرأة كل يوم يعني أحيانا بتهرب، هي بتكون تعبانة بتكون مريضة بتهرب، بس مع الثانية كل يوم. هلا حاليا كل يوم، يعني إذا مش قبل ما تروح على الشغل بعد ما تيجي من الشغل. ما بتعرف بتقفي مثلا نهار بالجمعة ثاقبت، يومين بالجمعة هيك إذا ثاقبت، لأنه بعدها يعني جديدة تتحمل. عندك ناس ما بتتحمل. كان عم بيحكي عن نسوان غيرك، ما غرتي؟ لا عادي. ليه؟ قايل وضوح ما في غيرة بدها، بس توعي الغيرة عندك، بس يصير بدك تعملي مشاكل هيدا شأنك. بس ما عادش في موسى. أنا بحب الجنس مع موسى، مستحيل إنه أختار واحد يعني شخص غيره. بتختلف التسمية بين حب، عشق وغرام، وبيختلف النوع بين علاقة جنسية، شهوة، حب أفلاطوني، زواج، مصاحبة أو مساكنة. بس شيء واحد ما بيختلف عليه هو الشعور الجميل يلي بخرجنا. هالشرقطة بكياننا كله لما منكون بحضرة الحبيب، الاشتياق له بغيابه، هالفرح وحب الحياة. ومنضيف انه اجمل اوقات فيها هي لحظات الحب. وكل سان فالنتين وانتم بخير.